الستيك رولز يا جماعة حاجة كده خطيرة من الآخر. طعم جميل، شكل جديد، فكرة جديدة لاستخدام الستيك أو البفتيك بطريقة غير تقليدية اللي احنا تعودنا عليها. طريقة سهلة جدا وسريعة وصحية، مفيهاش دهون كتير. الستيك هنا يعتبر مشوي. استخدمنا ايه بقى في الأمر ده؟ هو نص كيلو ستيك تدقيه كويس او بفتيك، وياريت تكون من وش الفخدة احسن. انا جايباه لحم بفتيك، وهنتبله ويقعد في التتبيلة دي على الاقل ساعتين. عصير ليمون وملح وبابريكا وفلفل اسود، وننقعه في التتبيلة دي. هنحط معلقة زيت زيتون او معلقتين زيت زيتون، وهنحط معلقتين صويا صوص، وهنقلب كويس التتبيله. بنحط ملح بسيط، ما بنزودش في الملح عشان اللحمه ما تستوي معانا، لان لو زودنا الملح اللحمه مش هتستوي. بنتاكد ان اللحمه شربت كل التتبيله، بنقلبها كويس، بنتاكد ان كل قطعه شربت من التتبيله. هنغطيها بستريتش وهندخلها التلاجة على الاقل ساعتين. انا عن نفسي سبتها من بالليل لحد ما هي تشرب التتبيله كده. هنظبط الصوص اللي احنا هنحطه عليها. معنا مشروم مقطعه، مشروم طازه طبعا. هقلبه في معلقه زبده صغيره، وهنبدا نحط له التوابل بتاعته، ملح، فلفل. ودي هنحط هنا معلقتين من الديمي جلاس، بودره بتاعه الديمي جلاس، عشان تدينا صوص لحمه جميل. الديمي جلاس بيبقى جميل جدا مع صوص اللحمه. وهنحط معلقتين دقيق، وهنقلب لحد ما الدقيق يتشوح كده كويس معاه. وبعد كده بنضيف حوالي كوبايتين ميه. الميه دافيه مش سخنه، عشان واحنا بنقلب ما يكلكعش معانا، لكن لو الميه بتغلي هيكلكع الدقيق معانا. ونسيبه على النار مع التقليب كده، واحنا ايدينا في التقليب عشان ما يكلكعش، لحد ما الصوص يتقل ويبقى بالقوام ده. هنبتدي نقطع الخضار اللي احنا هنلف بيه اللحمه او هنحطه جوه اللحمه. معانا فلفل الوان، هو الحشو كله هيبقى فلفل الوان، بس هو هيغير في الشكل وفي الطعم. يعني حاجه كده هتبقى شكلها جديد على السفره. تنفع في العزومات، جميله جدا، شكلها جديد، شكل وفكره. بنقطع الفلفل وبنقطعه بالطول، عشان احنا عايزين شرايح طويله، عشان هتبقى باينه من اللحمه واحنا بنلفها. بعد ما نقطع الخضار كله، هنبدأ بقى نجيب اللحمة بعد ما سيبناها فترة في التتبيلة وشربت التتبيلة كويس قوي. هنبدأ ناخدها قطعة قطعة كده بالطول، ونحط الخضار في النص، ونحاول نلف رول، نحشيها خضار كويس ونلف رول. وهنقفل بالتوست بيكس عشان ما تفتحش منا واحنا بنقلبها في الجريل. بنلف كل قطع اللحمة اللي معانا، الكمية اللي معانا كلها بنخلصها. بوريكم تاني، بس كده هنا خلصت، قفلتها كلها بالتوست بيكس. بنحضر جريل، بنحط فيه معلقة زيت او معلقة سمنة، يعني حاجة بسيطة بس عشان نشوح فيها وما يلزقش. وهنسيبه على النار، وتكون النار واطية، يعني تكون هادية، عشان اللحمة تستوي من جوه. ما نعليش عليه النار عشان ما يتحرقش من تحت، وتكون اللحمة من جوه نية. هياخد وقت شوية كده في السوا، عشان نتأكد بس ان اللحمة استوت من جوه. وما نقعدش نقلبه كتير، لحد بس ما شفت لما الوش الاولاني كده بيحمر، بنبدأ نقلبه على الوش التاني. وحطيت معاه بقية الخضار اللي كان موجود متقطع، ياخد تشويحة معاه كده، يا خضار مشوي جنبه. بنجهز طبق للتقديم، نرص فيه اللحمة. وانا كنت عاملة رز بسمتي اصفر بصفار زعفران،
وبنضيف فوقيه الصوص، وبالهنا والشفا، وياريت رأيكم في الكومنتات.